اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوين. طبعا اول مره اصور فيديو وابين مطبخي فيه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قلت بقى هعمل روتين معاكم، طبعا هوريكم المطبخ قبل وبعد. طبعا هنا بقى دي الحله اللي انا بقلي فيها البطاطس. انا من يوم ما اتجوزت وانا عامله يعني عندي طاسات، بس انا بفضل الحله اكتر عشان بقى ايه الطرطشة والحاجات اللي احنا عارفينها دي. وده طبعا كان حال المطبخ من بالليل. انا طبعا مش ببيت مواعين ولا حاجات من دي، بس انا واخده دور وحش جدا انا وولادي وجوزي. مش عارفه بادئ معانا بالوجع بقى البطن والزور والحاجات دي، حتى دي الادويه بتاعت يزن. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. قلت بقى مش قادره ان انا اعمل حاجه. هعمل بقى ايه ان شاء الله الصبح. طبعا قمت الساعة 1:30. طبعا كان يزن عنده مضاد. إيه، فطرته وبعد كده بقى عطيته المضاد بتاعه. وبعد كده بقى قلت ايه المفروض بقى ادخل المطبخ واشوف ايه معانا النهارده. دخلت بقى كده. طبعا بقى عملت الروتين. طبعا قمت بقى غسلت اسناني وصليت بقى والحمد لله ايه. قلت بقى ادخل على المطبخ. كانت الساعة بدأت 2 أو 2:30، حاجة زي كده. طبعا غسلت الاطباق. انا قبل ما بغسل الاطباق بحب ان انا اشطفها الاول. هتقولي لي ازاي؟ ما انا انت بتغسليها. لا مش بعرف. انا بحب ان انا طبق طبق وبعد كده ايه اروح غسلاه. طبعا والافضل يعني لو انا عندي بقى غسالة اطباق ابقى ايه ان شاء الله يعني في المرحلة الجاية ابقى اجيبها باذن الله. هو مش كسل مننا او حاجة، بس ساعات الواحد بيكون ايه عايز يعمل حاجة تانية. ممكن بقى بدل ما انتي بتشطفيها وبتغسليها انتي بقى تشطفيها وتحطيها في الايه غسالة الاطباق على طول. وهنا بقى غسلت الرخامة بقى تطلع دعكة كده محترمة من بتاعتنا. والمساحة الصغننة دي اللي بتلم المية والحاجات دي بجد حلوة قوي. وهنا بقى غسلت المطبخ المتين بتاعي. بس خليته غسلة، بصوا كل شمعة منورة. غسلته كويس جدا. انا بقى بغسله كويس قوي وبغسل بقى الايه الحنفية بقى والحاجات دي. طبعا اللزقة اللي فوق دي دي اسكار الصباح والمساء، حتى بقى الاسكار كده. طبعا بقى بغسل الحوض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فخليته كل شمعة منورة. وهنا بقى ايه بيبقى اللزقة اللي فوق دي زي ما قلت لكم اسكار الصباح والمساء. بحب بقى وانا واقفة كده عيني تيجي عليها واروح قايلاها كده. ولو انا مثلا واقفة برضو بحب ان انا استغفر جدا. الاستغفار حلو قوي. وهنا بقى بقول لكم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتحطوا اللايك. وقولوا لي بقى عايزين روتين يوم معايا كده. احب ان انا انزل لكم الروتين بتاعي بتاع كل يوم. لو حابين اللي انا انزل لكم ما عنديش اي مشكله. هنا بقى قلت اكافئ نفسي بقى واعمل سندوتش. هنا اصلا المطبخ انا بحب يعني الارض وكده تكون نظيفه دايما. والمطبخ برضو كالعاده برضو بحبه جدا. بس انا زي ما قلت لكم واخده دور وحش جدا مؤثر على زوري وودني. مش عارفه بقى دي التهابات ولا ايه، مش عارفه. المهم بقى عملت كده سندوتش جبنة بيضة على لانشون على جبنة تركي. وهعمل بقى كوباية القهوة وهقعد بقى ايه استجم. اخد بريك مثلا نص ساعة ربع ساعة وبعد كده اروح قايمة بقى ايه اشوف هعمل غدا ايه. طبعا ما يعني خدي الوقت اللي انت يعني خلصتي خلاص المطبخ اقعدي وافطري وخدي البريك بتاعك. إيه، انا بحب اقعد مع نفسي كل يوم حتى لو ساعة. بحب افصل عن اللي حواليا جدا. حتى لو ولادي مثلا ساعات بيكونوا نزلوا مع عند ماما تحت او راحوا في حتة. وهنا بقى بعمل القهوة. والمجات دي حلوة قوي يا بنات بجد خطيرة. طبعا هنا بقى بقلب القهوة. وهنا بقى كان عملت السندوتش. وهنا بقى هضيف هاخد القهوة دلوقتي احطها بقى جنب السندوتش. هنا بقى قلت احلي بقى بشوكولاتايه كده لذيذة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير. ما تنسوش تدعوا على اخواتنا ربنا ينصرهم نصر